ايه ده؟ مين جمهوري؟ يا نهار ابيض يا جمهوري، انتوا فين يا جمهوري؟ ينفع كده؟ ينفع كده؟ ما اشوفكوش بقالي قد ايه؟ بقالي فتره كبيره ازاي؟ ينفع؟ والله بتهزروا. على فكره بقى، انا بدور عليكم في كل سكه وكل شارع، بنده عليكم ويا ريت قلبكم يبقى سامع صوتي وندايا. يا سلام عليا. السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ وحشني والله العظيم، وحشني. شركه وي قطع عني النت بقالها اسبوع، الله يسامحهم بقى يا رب ويسهل لهم. يلا خير. المهم يا جدعان، قبل ما نبدا الفيديو، طبعا رحبت بيكم وقلت لكم منورين قناتي الجميله قناه النية خير، وانتوا فعلا منورينها والله العظيم، وانتوا كلكم في قلبي من جوه. قبل ما نبدا الفيديو حبيت ان انا اقول لكم على حاجه مهمه ان شاء الله ناوي اعملها، او نويت ان انا اعملها ان شاء الله، وامشي عليكم وامشي معاها بيكم. هي اني هحط كل يوم فيديو عندي في القناه، هنزل كل يوم فيديو عندي في القناه، كل يوم اربع او خميس بالكتير، عشان ابقى ملتزم معاكم ومهتم اكتر بالموضوع، وعشان يبقى في ميعاد رسمي اظبط نفسي عليه كده، ان انا انجز حالي اظبط دنيتي، بحيث ان انا كل يوم اربع او خميس انزل لكم فيديو. تمام. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو يحمسكم ويشجعكم اكتر ان انتوا تتعاونوا معايا وتساعدوني في فعل الخير وفي كل اللي انا عايز اعمله على القناه. الفيديو بعنوان ازاي اليوتيوبرز بيكسبوا الفلوس دي كلها من اليوتيوب حتى لو المحتوى تافه وملوش اي 30 لازمه. الفيديو من قناه القاهره والناس، عمله المصري فندي مع دكتور محمد الجندي اللي هو خبير امن المعلومات والتكنولوجيا من جامعه امريكا. المهم يعني هنشوف الفيديو مع بعض وهنعلق عليه، وتشاركوني كده برايكم ايه في التعليقات، وايه يا جماعه شايفين ايه في اللي احنا بنعمله ده، شايفين فعلا ان احنا هنوصل ولا مش هنوصل. المهم احنا مركزين في طريقنا ومركزين على هدفنا، وباذن الله نوصل لاحلامنا، وزي ما احنا مع بعض. ليه؟ لان الملتفت لا يصل. مش هنبص حوالينا تاني، مش هنركز مع حد تاني، هنركز مع بعض بس. انا عايزكم انتوا اللي بتتفرجوا عليا، عايزكم تشتركوا معايا في القناه صحيح لو مش مشتركين، عشان اغلب الاحصاءات اللي انا بشوفها بشوف ان الكل اللي بيشوفني من بره مش مشترك، يعني اغلبيه اللي بيشوفوا الفيديو مش مشتركين. فيا ريت لو انت مش مشترك، لو انت مش مشترك وبتحب الخير، اعمل ايميل جيميل يا عم واشترك معايا في القناه بيه، عشان ما تقولش بقى مش عامل ايميل ومش عارف ايه. لا، اعمل ايميل جيميل واشترك معايا فيه، واشترك معايا بالقناه فيه، وينوبك ثواب معايا، ولو ربنا كرم وكده هيبقى ليك نصيب معانا في الارباح باذن الله، ممكن تكسب معانا في اي وقت في اي حاجه. واي حاجه انت محتاج اي حاجه، برضو القناه تعتبر قناتك، واحنا كلنا اخواتك وكلنا اخوات مع بعض، وربنا يكرمنا باذن الله ويحقق لنا كل احلامنا. قبل ما نبدا الفيديو طبعا عايزكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعوا لاخواتنا في فلسطين، ودايما افتكروهم في كل وقت وفي كل حين، ادعوا لهم من كل قلوبكم ومن صالح دعائكم، واخلصوا الدعاء لله. ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين، امين يا رب العالمين. قولوا امين بقى. ويلا بينا نبدا الفيديو، يلا بينا يلا بينا يلا نركب السفينه. يا سلام على حبي وحبك، وعدو مكتوب لي احبك. يا سلام يا سلام. حمو بيكا وحسن شاكوش. مين حمو بيكا وحسن شاكوش؟ 54 مليون جنيه في اغنيه. بس الكلام سامعين. تاني. حمو بيكا وحسن شاكوش قدروا يكسبوا 54 مليون جنيه في اغنيه واحده. العب يا معلم، 54 مليون جنيه في اغنيه واحده؟ يا اولاد المحظوظه، عملتوها ازاي دي؟ اغنيه ايه؟ مش حكومه مصر ووزير الماليه عندنا طلع من جيبه 54 مليون جنيه ده. يعني الموضوع بره عن الحكومه وبره عن الدوله. الرجاله بتلعب لعب على كبير، شغل عالمي. اليوتيوب يابا، احنا بنتكلم على اليوتيوب عشان بس كله يبقى هارش وكله يبقى ايه، فاهم. المعلم حسن شاكوش طلع مع برضه مع اسمها ايه اللي بتطلع العرافه ديت على نفس القناه ده، القاهره والناس، وقالت له عملت كام يا حسن من اغنيه بنت الجيران؟ قال لها الحمد لله، وقعد يعمل لها كده الحمد لله، رضا الحمد لله كسبت الحمد لله ظبطت حالي الحمد لله مش عايز حاجه تانية الحمد لله. يعني الله يرزقك يا عم حسن، الله يوسع عليك انت وعمر كمال وحمو بيكا والرجاله الحلوه. ده في شركه عالميه تمتلك موقع كده على الانترنت اسمه اليوتيوب. يا سلام. ده اللي بنعرض عليه الفيديوهات. قول يا عم الحاج. اي حد يقدر يدخل ويعرض فيديو ليه. اي حد يقدر يدخل ويعمل اي محتوى ويكسب فلوس، والدنيا جميله وعادي، وانتوا بتتفرجوا وبتشيروا وعمالين تعملوا في لايكات وبتحبوا الكلام ده كله، والدنيا ماشيه يعني. ويكسب فلوس، يكسب. اي حد عنده اي فكره دكتور محمد بتشد الناس. دكتور محمد الجندي مش كويسه ممكن يعمل فلوس. صحيح. السلام عليكم يا دكتور. الناس بتبقى قاعده دلوقتي على الموبايل والمواقع دي،
8 ساعات مش اقل. 8 ساعات مش اقل من 8 ساعات في اليوم يا مفترين. ايه انتوا قاعدين فاضيين ما وراكوش حاجه خالص كده؟ طب لما انتوا قاعدين فاضيين ما تشاركوني، شاركوني نعمل انا وانتوا اي حاجه، نبقى شركاء مع بعض. مش اسمكم مشتركين بس، لا نبقى شركاء مشتركين وشركاء في نفس الوقت، شركاء في الاجر والثواب وشركاء في الارباح، هنروق على بعض. 8 ساعات في اليوم. فتخيل حضرتك كل التايم ده يروح فين اذا ما استغلتوش الشركات دي عشان تحقق منك ارباح. فبالتالي اللي بيستغل هذه المنصات في انه يعمل محتوى قول يا دكتور، عليه اقبال. قول يا دكتور، بغض النظر المحتوى ده يعني احنا بنشوفه كده ده اخبار المحتوى بتاعي ده عليه اجبار ولا مش عليه اجبار؟ انا لسه ما عملتش محتوى. انا عمال انده عليكم بس، عمال اعرفكم بس انا عايز اعمل ايه، عمال اعرفكم بس ايه الدنيا وايه ما نعملش ليه وما نجيبش ليه فلوس احنا كمان من اليوتيوب. احنا فينا يا جماعه من الارقام دي؟ 54 مليون جنيه بسم الله ما شاء الله من اغنيه واحده، والفلوس مش من مصر، مش من مصر هي اللي دافعه لهم الفلوس، لا ده الموقع عالمي. اليوتيوب ده العالم كله بينافس عليه، يعني مش مصر بس، لا انت عندك جميع الدول كلها بتنافس عليه. يعني الجدع اللي يعمل حاجه كويسه ويكسب منه فلوس، حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا والناس دي كلها ربنا يبارك لهم ويكرمهم. وقلنا يا جماعه اللي بتشوفونا يعني لو مثلا ممثلين فنانين مغنيين ايا كان، ربنا يكرم الجميع، بس يعني ايه اللي يقدر يعمل حاجه يعملها واللي يقدر يعمل خير يعمله. انا طالع اكلم الناس اللي طبعا اللي زينا كده، الطبقه المتوسطه عموما. يعني احنا كتير قوي يا جماعه، احنا كتير قوي 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 فوق ما نتخيل. احنا لو جدعنا شغلنا دماغنا مع بعض، عملت محتوى انا وانتم كده بما يرضي الله، وايا كان المحتوى اللي هنقدمه ايه، واستمتعنا بيه مع بعض وشفنا المحتوى وعملنا له لايك وتعليقات وظبطنا الدنيا مع بعض انا وانتم ومشينا الدنيا وكلام من ده كله، هتبص هتلاقي القناه هتشتغل معانا وهتلاقي الدنيا جميله، نروق على بعض بقى. او لا نقبله ونقبله. في النهايه هو محتوى، فهو المحتوى هو الفيصل. المحتوى اذا عليه طلب طبعا بيحقق نسبه مشاهده، ونسبه المشاهده بتترجم عن الشركات الكبيره زي يوتيوب وزي جوجل وزي الشركات دي كلها. بالمناسبه هو جوجل ويوتيوب شركه واحده وفيسبوك وغيرهم. يعني نسبه المشاهده دي بتترجم لارباح بناء على الاعلانات اللي بتنزل في خلال نسبه المشاهده دي. زي التلفزيون بالظبط، لو برنامج عليه مشاهده كبيره جدا القناه تقدر تحط فيه اعلانات وبالتالي تحقق ارباح من الاعلانات. ونفس الفكره برضه البيزنس موديل او نموذج الاعمال القائم على الانترنت هو قائم على الاعلانات. الموضوع من زمان، الموضوع مش جديد ولا حاجه، الموضوع من زمن الزمن. من اول ما التلفزيونات كانت شغاله والقناه الاولى والثانيه والسادسه والكلام ده كله، والدنيا جميله وناس بتعمل برامج وناس بتعمل افلام وناس بتعمل كل ده، والاعلانات اللي بتطلع هي دي اللي بتكسبهم. الرعايه وبرعايه كذا والاعلان ده مش عارف ايه، كل الكلام ده يا جماعه معروف وقديم من زمان. الفكره ان كل واحد بيعمل لنفسه، فاهمين؟ هي الفكره بس الجديده اللي انا طالع بيها ان كل اللي شغال في الساحه عامه بيعمل لنفسه بس. انا كان ممكن اطلع اقدم اي محتوى ولو ربنا كرمني ما كرمنيش خلاص عادي، اللي يعني اللي ربنا يرزق بيه خير وبركه، وبرضه هعمل محتوى، انتوا فاهمين؟ بس انا كان ممكن ما اقولكوش ان انا هعمل بقى القناه دي قناه خيريه واللي حابب يساعد معايا يساعد والكلام ده كله. كنت ممكن اطلع اعمل محتوى عادي واللي هيعجب بيه هيعجب، مش هيعجب بيه خلاص، واللي كان ربنا هيكرمني بيه كله هيبقى مع نفسي وفي جيبي ومع حالي ومش شاغلنا اي حد وكلام من ده كله. بس انا يعني ما احبش ان انا اشوف حد متبهدل ولا حد نفسه في حاجه ومش عارف. وبعدين غير كده اما اعرفكم وتساعدوني تمام وتقفوا معايا في القناه والخير يكتر وكلام من ده كله، هتبقى فتحة خير علينا جميعا. هبقى ساعدت نفسي وساعدتكم معايا في نفس الوقت وساعدنا بعض ومش خسران حاجة. فهي دي الفكرة الجديدة اللي انا حابب ان انا اشارككم فيها، بس مش اكتر من كده. كمل بقى نكمل مع بعض الفيديو. انت حابب تدفعش فلوس عشان تتفرج على اليوتيوب او تدفع ثمن الانترنت، بس ما تدفعش فلوس عشان تشاهد المحتوى، انت بتدفع يعني وقتك، فوقتك هو الفلوس. الترندنج بتاعنا فاضح، بتاعنا بجد فاضح، حاجه في منتهى الاسفاف. مواقع اباحيه يعني؟ لا ولا محتوى يعني محتوى لا يرقى الى مستوى انه حد يقعد يتفرج عليه. قول يا معلم. والله بقيت في
واحد ما تقطع بطاطس يابا. قطع بطاطس يابا وظبط حالك يابا. ايه يابا انت زعلان ليه؟ قطع يا عم بطاطس يا عم، وربنا يكرمك يا عم ويكرم الجميع. كله شغال، كله شغال عادي. انا عن نفسي انا طالع ليه الناس اللي ما بتعملش محتوى، ليه الناس اللي قاعده بتتفرج بس. كل اللي قاعد بيتفرج بس لا ممكن يديني شويه من وقته ويشترك معايا في القناه، حبه لايكات حبه تعليقات، هوب 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 الدنيا مشيت. هتبص هتلاقي نفسنا ايه، ربنا كرمنا. هتبص هتلاقي نفسي انا عن نفسي مش هتاخر عنه في حاجه. وطبعا مساعدتي ليه لوجه الله، زي ما هو بيساعدني برضو في القناه لوجه الله. بنساعد بعض كلنا، كلنا اسره مع بعض، وربنا يكرمنا بكل خير ان شاء الله. يابا براحتك. ما انا قلت لحضرتك المشكله في كل ما الفيديو بيتشاف كتير قوي بيطلع في الترند، فالترند ده على حسب بقى المجتمع مشغول بايه. يعني في فتره مشغول كل طب مجتمع هنعمل مختلف. امتى؟ هنعمل امتى؟ لما الناس ركزوا تعرف كده. ازاي تستخدم التكنولوجيا صح. الناس للاسف الشديد التكنولوجيا هي اللي بتستخدمها، ركزوا في الحته دي. مش هي اللي بتستخدم التكنولوجيا. الناس اللي حضرتك كنت بتسالها فكره الربح بقى. طيب لما الناس تلاقي سواء كانوا علماء اجتماع او حتى علماء اقتصاد او بص بقى بقول لك، لما الناس تلاقي سواء كانوا علماء اقتصاد او علماء اجتماع، علماء اقتصاد او علماء اجتماع شايفين فعلا ان الحاجات دي بقت بتجيب فلوس. لما تلاقي ان السوشيال ميديا دي الناس بتحقق عليها ارباح كبيره جدا وانها بقت جزء كبير جدا من الاقتصاد، يعني ما ينفعش نتجاهله. يعني ما ينفعش مثلا انا اقول ايه اصل والله السوشيال ميديا ده كلام فارغ وانا بشوف ناس بتحقق عليه ارباح بالملايين او بالمليارات. الشركات المسيطره على العالم دلوقتي هي شركات السوشيال ميديا. يعني هو بيتكلم ايه، بيقول لك يعني انتوا ازاي مش واخدين بالكم كعلماء اجتماع او كعلماء اقتصاد ان الحاجات دي فعلا بقت هي المسيطره على العالم، ان دلوقتي بقى الارباح ناس بتكسب بالملايين وبالمليارات منها. فانتوا ليه مش واخدين بالكم من حاجه زي كده؟ وليه شايفين ان الموضوع تافه والكلام من ده كله، مع انه فعلا حقيقي؟ تعليق جاي من ضيفي دكتور محمد الجندي اللي بيشرفني، دكتوراه في امن المعلومات من امريكا. بيقول الواحد يروح بقى يقشر بصل احسن. يعني اطفال اهم بتشوفوهم بيحققوا ارقام شهريه كبيره جدا. ايوه يا عم الحاج. والارقام كلها على مسؤوليه الموقع. الصلاة على النبي. سوشيال ميديا. تعليقك القصير قبل ما تطلع. تعليق القصير انه ده بقى واقع. ده بقى واقع. وانه مش معنى ان الحاجه بتحقق فلوس معناها انها حاجه يعني قيمه. اللي هي للاسف الشديد التكنولوجيا بقت هي اللي بتسوقنا، وفي عدم وعي كبير جدا عند الناس وعدم وعي عند المجتمع بيخليه دايما يروح لاي حاجه فيها زي ما بيقولوا ايه يعني سسبنس او اي حاجه. عموما انا غالي منك ليه؟ هي الفكره كلها في المحتوى. ناس كتيره ممكن تعمل محتوى، اي حد ممكن يعمل محتوى. انا شفت واحد بيطلع يقعد قاعد ساكت ما بيتكلمش 4 ساعات، قاعد ساكت ما بيتكلمش، قاعد مربع. الناس اتجننت، قال لك ده مجنون ده ولا ايه؟ ناس كتيره بقت بتتفرج على فيديوهات، يطلع عامل حوالي بتاع 200 فيديو قاعد مربع في قلب الاوضه مع نفسه ما بيتكلمش، قاعد بس كده يبص لكم ويضحك، يبص لكم ويضحك، يبص لكم ويضحك. اتاريه هو بيضحك عليكم. اتاريه هو بيضحك عليكم. ما انت هتقعد تتفرج عليه 4 ساعات وهو قاعد مربع ما بيعملش حاجه ولا بيتكلم، ما بيتكلمش حتى، قاعد بيبص بس وبيضحك. يضحك على ايه؟ بيضحك عليكم. انتوا عمالين تتفرجوا وهو يكسب فلوس، وهو الواد ده اجنبي مش مصري، يعني معرفش الماني ولا برتغالي ولا جنسيه امه ايه. ممكن ابقى اجيب لكم كده في اي وقت، ممكن في الفيديو ده، الله لا ابقى اجيب لكم بقى ايه تفاصيله في فيديو تاني يعني. المهم ان هو قاعد 4 ساعات في كل فيديو، كل فيديو بيعمله 4 ساعات، عامل حوالي بتاع 200 فيديو نفس الشكل كده، الطقم بس اللي متغير، اللبس اللي هو لابسه بس اللي متغير. 4 ساعات قاعد بيبص لكم وبيضحك. فطبعا الجمهور مش عارفين هو بيضحك على ايه، بس هو اكيد بيضحك على الجمهور. ليه؟ لان هو مستفاد. انت بتتفرج عليه وعمال تدي في تعليقات هو وهبل، هو مجنون، هو اخرس، هو بيتكلمش، هو تعبان، هو ملبوس، هو مش عارف ايه. هو مستفاد بتعليقات ومستفاد بمشاهدات، وانت صاحبي عمال تتجنن يا عيني مع نفسك. فيا رب تكونوا فهمتوا ايه الفكره. وزي ما انتوا شايفين الناس بتعمل ارقام بالملايين وبالمليارات من على اليوتيوب والكلام من ده كله. ساعدوني وتعاونوا معايا بقى عشان ربنا يكرمنا باذن الله. انا حبيت ان انا احمسكم وحبيت ان انا اشجعكم من الفيديوهات دي عشان تبقوا شايفين انا نفسي في ايه ونفسي ان انا اعمل ايه، وتساعدوني على قد ما تقدروا معايا في القناه. اشوفكم الفيديو الجاي. احلى جمهور في الدنيا. السلام عليكم. يا اربع يا خميس باذن الله. خليكم فاكرين وتابعوا معايا دايما بكل جديد. السلام عليكم.